دونج فينج هيوج او العملاقه، هم زي ما مسميينها كده. العربيه دي توليفه غريبه قوي، اول عربيه صيني تنزل لنا هنا هايبرد بالكامل، يعني موتور بنزين مع مولد كهرباء كبير مش صغير. العربيه دي بتقدم ايه والتوليفه دي عامله ازاي، خصوصا ان العربيه شكلها ملفت جدا. وهل احنا هنختبر هنا كمان تواجد قطع غيارها والكلام ده كله عشان نبقى مطمنين؟ كانت تجربه طويله معانا علشان نقدر نحكم على سيستم جديد نازل مصر ما مش مألوف على العربيات الصيني، والتجربه نتيجتها هنقولها لكم النهارده. دونج فينج هيوج او زي ما اختاروا لها الاسم هيوج، جايه من ان العربيه دي ضخمه او عملاقه. ده الاسم اللي كان عايزين يسوقوها بيه عالميا يعني. العربية اللي احنا بنجربها دي او العربية اللي معانا دي اللي هي وكيلها مصر حلوان، هو وكيل بيستيون من قبل ووكيل دونج فينج كمان، وكان ليها اخت شهيرة برضو من اولى العربيات الصينية اللي كانت متميزة قوي، الفينوتشيا. لكن للاسف الفينوتشيا تسعيرها عالي قوي دلوقتي، الجيل الجديد منها صعب تيجي مصر، العربية هتعدي ال 2 مليون جنيه والمنافسة هتكون صعبة. لكن العربية اللي معانا دي هي مهمة قوي 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 قوي، وانا بشوفها كمان جايه تقدم مضمون افضل من الفينوتشيا شويه، او كمان وسط الصيني كله احنا ما عندناش النوعيه دي من العربيات. تصميم ممتاز، تصميم ملفت، كمان حجم كبير، ويل بيز عريضه، العربيه مساحات الجلوس فيها ممتازه. الاهم من كل ده بقى المضمون ايه، ومع تجربه طويله بقى لها معانا، العربيه تجاوزت الاسبوع، وانا بعتمد قوي ان احنا لازم نجرب عربيه تجربه طويله. انا ماليش في قصه ان انا اخد عربيه من واحد صاحبها لفه والكلام ده مستحيل، دي اسمها فيرست امبريشنز او انطباعات كده عن عربيه وعن ادائها المبدئي. لكن علشان نحكم بجد لازم العربيه تقعد معانا مده طويله، تقدر تبني راي او تاخد برايي بعد تجربتك انت طبعا، وانت في الاخر القرار الاول والاخير ليك العربيه اللي تناسبك ايه. فالعربيه اللي معانا دي كانت لازم لها تجربه طويله عشان نعرف نحكم عليها. والعربيه دي هايبرد بالكامل، مش مايلد هايبرد او باتري صغيره مثلا 48 فولت او الكلام ده، مولد صغير يعني، لا دي عربيه هايبرد بالكامل. والارقام اللي بتخرجها العربيه دي لما الموتورين يشتغلوا مع بعض ارقام مهوله. بس خليني اكلمك عن الموتور البنزين في الاول. هو موتور 1500 تربو، ارقامه كبيره، ارقامه مش قليله خالص. الموتور ده بيقدر يخرج 205 هورس باور و 305 نيوتن متر عزم. دي ارقام ممتازه، مفيش مواتير بنزين 1500 تربو الشهيره الصينيه. يبدو ان دونج فينج كده حاطه لامسه في الموتور ده حلوه ومميزاه عن بقيه البلوكه الصيني المشهوره ال 1500 اللي دايما بتيجي مع 160 حصان، 170 حصان، 180 حصان، 293 نيوتن متر عزم، 294 نيوتن متر عزم. المواتير المألوفه اللي زي دي اللي معروف اكبر قدراتها ايه، واللي مجموعه مثلا شيري هي يعني اللي متبنياها في كل العربيات. فخلينا نتكلم ان هنا مميزه قوي دونج فينج في ارقام الموتور البنزين سواء هورس باور او نيوتن متر عزم. المولد بقى الكهرباء بيطلع بده ل 246 هورس باور و540 نيوتن متر عزم، فبيضيف عدد من ارقام الحصان قصدي او الهورس باور عاليه، وكمان النيوتن متر عزم بي بوست جامد جدا ل 540 نيوتن متر عزم. ودي ارقام مهوله مخليه عربيه زي دي اتقل من كل مثيلاتها بسبب الموتور الكهرباء اللي موجود في الشنطه والبطاري اللي معاه، مخليه العربيه دي وزنها 1865 كيلو. يعني عربيه وزنها يقترب من وزن العربيات الكهرباء زي ما انتم عارفين اللي بتبقى تقيله جدا. العربيات كلها في الافريج ده الكومباكت اس يو في او الكومباكت كروس اوفر، العربيات دي كلها لا تتخطى الطن ونص، طن 600. العربيه دي يعني اتقل من كل مسيلاتها بربع طن، من اتقل مسيلاتها بربع طن. فالارقام الممتازه دي قادره تدفع الوزن ده في 8 ثواني، وده رقم ممتاز. العربيه دي تصارحها والعزم اللي في بوست ده، هو عشان اكون صريح معاك وعشان تبقى فاهم التوليفه عامله ازاي، الارقام دي ما بتطلعش مع بعضها. الارقام دي بتطلع في ظروف معينه لما الموتورين يشتغلوا مع بعض، وما بتطلعش المدد والوقت طويل. لكن الموتور الكهرباء ده قادر يمشيك 60 كيلو بالكامل اعتمادا على الموتور الكهرباء، واب تو 60 كمان يقدر يوصل ل 100 كيلو.
لو انت استهلاكك ودوستك لطيفه، وكمان هو بيعمل ريديوس وشحن تاني لنفسه وريجنريشن من الحركه، فالموضوع لطيف قوي. فتحس فيه احساس العربيه الكهرباء كده، لما تشيل رجلك من على البنزين تحس ان العربيه بطأت عشان يشحن تاني ويقدر يحتفظ بطاقته ويمشي بيك اطول فتره ممكنه لو انت رجلك مش طرشه يعني او دايس جامد قوي. لما بتحط العربيه دي على الايكو مود، العربيه دي استهلاكها جبار عجيب. لو انت رجلك مش تقيله، مشاوير طويله مشيناها بالعربيه دي، انا شفت حرفيا وصورت ده وتقدروا ترجعوا له على الفيسبوك، 3.3 لتر لكل 100 كيلو متر. توليفه الهايبريد انا انبهرت ان الصينيين عارفين يعملوها وكانهم شغالين فيها بقالهم سنين، زي الالمان واليابانيين والكلام ده اللي مشهورين بيها، والامريكان كمان. توليفه الهايبريد عندهم ممتازه، عارفوا يعملوها صح في العربيه دي. بس في كل الاوقات هتاخد الاستهلاك ده؟ لا، انت لما بتحطها على السبورت مود انت بتفصل تماما الموتور الكهرباء اللي بيتدخل احيانا، وبتخلي العربيه دي تطلع اقصى ما عندها في الموتور البنزين، وبتشد جامد جدا وبتسحب جامد جدا، ويا دوب الموتور الكهرباء ممكن يتدخل معاك في بوست عزم كده في الدوسه الاولانيه او الطلعه الاولانيه. ولكن العربيه دي ممكن استهلاكها يوصل ل 8 لتر. هو رقم يعتبر برضه اقتصادي مقارنه بكل العربيات الصينيه اللي موجوده، لكن انت لما تستخدم السبورت مود مش هتاخد الارقام المهوله دي 4 لتر و3 لتر. لكن على الايكو مود لو رجلك لطيفه انت ممكن تشوف ارقام ممتازه، لدرجه ان احنا يعني مشينا بربع التانك لما استلمنا العربيه دي من التوكيل حوالي 280 كيلو، اقل من ربع التانك كمان. فالموضوع كان بالنسبه لنا قوي يعني الموضوع العربيه دي فعلا لو انت رجلك تمام ممكن تمشي معاك اب تو 800 كيلو في التفويله، وده رقم ممتاز. فتوليفه الهايبريد هنا حلو قوي. الفتيس اللي موجود هو فتيس سي في تي، وهم بيسموه اي سي في تي يعني. وكل الشركات هم واخدين عن اليابانيين كده، كل الشركات اللي بتحط مواتير هايبريد بتسلم بالفتيس السي في تي، لان بيمشي كويس قوي مع المواتير الهايبريد دي. وهنا الفتيس مش غبي خالص، الترس شغال على طول والنقله مستمره، ولكن الفتيس استجابته كويس. او يمكن حلاوه الموتور الهايبريد مع الموتور البنزين مش محسسك بغباوه الفتيس السي في تي. واسف ما عنديش لفظ اقوله غير كده لاني مش من محبين الفتيس ده، لكن حلاوه الموتور الهايبريد مع الموتور البنزين الكويس قوي ده، والتوليفه الحلوه اللي طالعه والتناغم اللي ما بينهم الممتاز اللي مش هتشوفه في عربيه صيني تانية الصراحه. هنا نقدر نقول اداء ممتاز واستهلاك بنزين ممتاز، وده مش متوفر في بقيه العربيات الصينيه قوي. يا تاخد كده يا تاخد كده، يا تاخد حاجه ميد رينج كده ما بين البنين. هم تطوروا لكن ما الموتور الهايبريد هنا مبهر الصراحه. طب لما نيجي نتكلم بقى عن الامان في العربيه دي، كل حاجه فيها الصراحه حدث ولا حرج. اللينكيب اسيست و6 اير باجز وادابتيف كروز كنترول، كاميرات 360، حساسات يعني ترافيك ساين ريكوجنيشن، بتقدر تعرف على علامات المرور وعلامات الطريق، ايمرجنسي سيفتي بريك وبتتدخل. يعني مش ناقصه غير بلايند سبوت. انا استغربت التوليفه دي وعلى حجم العربيه اللي يعتبر كبير، يعني العربيه ضخمه الصراحه، ما اعرفش ليه نسيوا البلايند سبوت، حاجه يعني مش مفهومه يعني. فهو البلايند سبوت بس. باكج بقى الاوبشن في العربيه دي باكج حلوه برضه، مش ناقصها حاجه برضه يعتبر. الكرسيين الكهرباء، الريكلاينر في الكرسي اللي جنبك، فرش الجلد النابه، الليزر ممتاز، وخامات العربيه حلوه جدا، والكلام ده ما بيتاثرش في الصف الثاني. حتى ابواب الصف الثاني نفس الخامات بالملي، مفيش اي نقص. يعني العربيه انا ما بعتبرش ان ناقصها حاجه. كاميرات 360، الشاشه الكبيره الكيرفد اللي قدامك هنا 12 وهنا 12، اندرويد اوتو، ابل كار بلاي وايرلس، بس هم حاطين فيها الكار لينك الجهاز الصغير اللي بيشغل الكلام ده. وريزولوشن الكاميرات حتى متميز، فتحه سقف بانوراما، فتحه الشنطه صايعه قوي، بتحط رجلك كده في سنسور موجود بيكتب كلمه اليس على الارض، واول ما تدوس على الدايره دي وبتبقى جميله وبتبقى واضحه بالنهار وبالليل. الكلام ده لما تقرب انت بالمفتاح اول ما تدوس عليها اكيرت جدا، لازم تفتح الصراحه، مفيش ولا مره خيبت معانا. فالموضوع ده مميز قوي ان يبقى فيه ايزي اكسس للشنطه، بس بالطريقه اللذيذه الاحترافيه دي اللي مضمونه، اللي هو مش زي العربيات اللي تفتح لوحدها او تحط رجلك وتقعد تدور على مكان الحساس او الكلام ده. فالموضوع لطيف، حته تميز كده حلو قوي.
قوي. ما يعتبرش العربيه زي ما بقول لك كده ناقصها حاجه خالص. ساوند سيستم كمان من جامو، براند اوروبي متميز، وفي سب ووفر ورا في الشنطه. العربيه تعتبر ممتازه. كمان مساحات التخزين فيها 460 لتر الشنطه، ودي النسخه كمان الكهرباء اللي الموتور الكهرباء والباتري اللي معاها واخدين مساحه شويه ورا من الشنطه. ف 460 لتر ما يعتبرش وحش، مش الافضل ومش مميز ومش اكبر رقم على عربيه زي دي عشان نكون صراحه، لكنه رقم مش ضئيل، مش 300 والكلام ده، لا رقم جاي برضو في الرينج بتاع العربيه دي او منافسيها، في منهم كده، لكن في اكبر طبعا عشان نكون صراحه. مساحات الجلوس ورا رائعه، هيوج فعلا، والعربيه دي ضخمه فعلا وعريضه فعلا، ومساحات الجلوس ممتازه، وممكن ل3 بالغين يقعدوا وهم مرتاحين جدا، ما عندهمش ازمه تمام. العربيه بتعمل ويلكم لايت لطيف، وبتكتب الكلمه ايولس، الكلمه او اللاين بيتكتب البراند نفسه، فبيتكتب كده وينور، ويعني لما تيجي تفتح العربيه او تقفلها، وفي ويلكم لايت لطيف ورا وقدام. الموضوع لذيذ جدا. الجنطه 19 في العربيه دي مش وحش، بخلي العفشه المالتي لينك ورا جيده ومتماسكه، لكن مش هقدر اقول انها انا معفشه ولا اخشن عفشه. اما اجي بقى اكلمك عن الوزن اللي هنا في العربيه ده اللي كنا بنتكلم عليه، اللي مش مهبط اداء العربيه بسبب وجود الموتورين، هتكلم عن ميزه خطيره. انا لم ارى في حياتي مستوى ثبات، يمكن يليها عربيات جي اي سي عشان اكون يعني صادق معاكم، لكن حتى برضه عربيات جي اي سي مش في مستوى ثبات العربيه دي. الوزن ده والتوزيعه دي والموتور الكهرباء اللي ورا في الشنطه عاملين نقاط توازن للعربيه دي رهيبه. ثبات العربيه واستابيليتي العربيه دي رائع، لدرجه ان انا اول مره ان انا انسى، انا ما بحبش العربيات العاليه عن الارض، اول مره انسى ان انا راكب عربيه اس يو في. العربيه مستوى تشبثها بالارض وثباتها حتى في الملفات والمنحنيات والمنورات المفاجاه ممتاز الصراحه. فثبات العربيه دي يعتبر تاني اكبر ميزه بعد استهلاكها للبنزين الجيد حسب دوستك على الايكو مود لما تستغل الموتور الهايبرد، وبعد ادائها الجيد يعتبر تاني ميزه الثبات الرائع في العربيه دي. طيب انت تشتري العربيه دي امتى والعربيه دي بكام؟ العربيه دي ب1,695,000، ولسه هنروح زياره للتوكيل، لان انا عارف انتوا بتبقوا قلقانين لما يبقى في عربيه جديده، وانا زيكم هنروح زياره للتوكيل ولمقراته علشان نشوف حجم قطع الغيار ومستوى الافتر سيل والخدمه عامل ازاي عشان نطمن. فالعربيه دي بتنزل بسعرين، اللي معانا كل الالوان 1,695,000، مفيش فرق في الاوبشن. في نسخه تانية اسمها مايبخ اديشن او يعني سبيشال اديشن، بلاش اسم مايبخ اللي هم بيقولوه ده لانه يعني عالي شويه يزعل ناس كتير. النسخه دي بتبقى لونين كده زي العربيات المايبخ ونفس الالوان كمان، فالنسخه دي بتزيد حوالي 40,000 جنيه. لكن اللي معانا دي اي لون عادي 1,695,000. تشتريها امتى؟ تشتريها لما تكون عايز تدوق حلاوه الهايبرد، تشتريها لما تكون عايز التكنولوجيا الحلوه دي والشكل اللطيف والمقبول ده، وشايف ان المنافسين اسعارهم اعلى ب 300 و400 و500 و600 الف جنيه، سواء كانوا اوروبيين او حتى اخواتها الصينيين اعلى، بقوا اعلى سنه. يعني في بعض اخواتها الصينيين اللي نزلوا السوق مؤخرا اعلى ب 250 الف جنيه، ويمكن ما بيقدموش التوليفه دي. طب ما تشتريهاش امتى؟ لو انت بتقلق، لو انت ما بتحبش الصيني عموما. انا احترم جدا جدا انك ما بتحبش الصيني، لكن اللي بيكلمك ده يمتلك سياره صينيه في بيته بقاله سنه ومبسوط منها جدا، يعني يمكن مقارنه بسعرها واحده من افضل العربيات اللي عندي في البيت، وكل ما اجي اقول هبيعها كفايه عليها كده، متمسك بيها الصراحه. ما بقاش عندي عقده الصيني، واتطوروا كويس قوي مؤخرا. لكن انت من حقك انك تقلق، ما تشتريهاش لو انت بتقلق، وما تشتريهاش لو انت كمان بتدور على الريسيل، لان العربيات الجديده الصينيه لو انت مش هتقتني العربيه دي 5 6 7 سنين، لو انت راجل بتجيب وبتبيع على طول، دور على براند يكون مش جديد على السوق، وبراند يكون متداول اكتر، وبراند يكون مفهوم اكتر. وشكرا، كان معاكم محمود خيري في تقييم العربيه العملاقه دي، وموتور اول موتور هايبرد ينزل رسمي من الصينيين هنا ويقدم لنا